اختبار صعب جدا للأهلي في دوري أبطال إفريقيا. مواجهتين من شمال إفريقيا مع المارد الأحمر بذكريات الجيل الذهبي في 2006، سواء كان مع الجيش الملكي أو شبيبة القبائل. وخصم تنزاني مش سهل خالص، هو فريق يانج أفريكانز. يا ترى الأهلي هيعمل إيه في دوري الأبطال في ظل تردي الأوضاع عنده، وإن الأهلي أداؤه سيء جدا في بطولة الدوري ووضع صعب جدا، والاهلي بيعاني وعنده مشاكل ملهاش اول من اخر؟ يا ترى الاهلي هيعمل ايه في المجموعه الصعبه دي؟ ولكن طبعا واحنا بنتكلم عن الاهلي ما ننساش فريق بيراميدز اللي حرفيا بيضاله في القفص. فريق بيراميدز في مجموعه بالنسبه لامكاناته مجموعه في المتناول. نهضة بركان خصم فريق بيراميدز يقدر يتفوق عليه، ولكن طبعا بيراميدز عنده الفرصه الكبيره ان هو كمان يحافظ على لقب دوري الابطال. سان داونز والترجي مفيش احسن منهم، ومواجهات في المتناول بالنسبه لهم، ولكن سان داونز هيكون قصاده الهلال السوداني، الخصم القوي جدا اللي هيحاول ان هو يثبت له ان هو هيكون رقم مميز في المعادله الافريقيه. يا ترى الاهلي هيعمل ايه في دوري ابطال افريقيا؟ ويا ترى بيراميدز هيعمل ايه؟ ويا ترى الزمالك هيعمل ايه في مجموعته القويه اللي فيها معاه المصري البورسعيدي ومعاه كمان زيسكو يونايتد وكايزر تشيفز الجنوب افريقي؟ الاهلي والزمالك هتكون قصادهم منافسات ومباريات قويه جدا. يا ترى ايه اللي هيحصل للفرق المصريه في دوري الابطال وكاس الكونفدراليه؟